السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم كما كتشوفوا معايا غادي نقدم لكم واحد الكيكه اللي كتجي رائعه. كنتمنى انكم تجربوها، ودابا ان شاء الله نمشيو نشوفوا الطريقه والمقادير. وبالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا المقادير التاليه. كما كتشوفوا معايا انا عندي هنا 3 ديال البيضات كبارين، لان عندي هنايا البيض كبير، فالا كانوا متوسطين نديروا 4 ديال البيضات. عندي 100 ملي ديال الزيت، 200 ملي ديال الحليب، و250 غرام ديال السكر، جوج ساشيات ديال الفاني، 350 غرام ديال الدقيق، وواحد القبيصه ديال الملحه، واحد الخماره اللي تكون فيها 16 غرام، وواحد المعلقه ديال الكاكاو. غادي نحتاجوها هذه من بعد. دابا ان شاء الله غادي نمشيو نشوفوا الطريقه، فما تمشيو لين بقاو معايا. هنا غادي نضيف البيض، غادي ندير البيض ديالي في واحد الاناء. على هادشي البنات انا استعملت فقط 3 د البيضات كما كتشوفوا معايا، فالبيضه عندي كبيره وفيها جوج ديال الصفر ديال البيض، يعني جوج ماشيش فقط وحده. فإلا كان عندكم بيض عادي اولا بيضات كيكونوا هكا يعني كبارين عاديين، ديروا 4 ديال البيضات. وفي التالي غادي نبقى كنضيف باقي المكونات تدريجيا، وغادي نخلط الكل كما غادي تشوفوا معايا. راه الفيديو شارح نفسه. كما غادي نقول لكم، يعني هاد الكيكه راها اقتصاديه، كيكه يوميه، ممكن تكون يعني كيكه نقدروا نديروها ديال كل نهار صراحه.
ومن بعد غادي نخرجها من هذاك القالب، غادي نحيد لها هذاك ورق الزبده كما غادي تشوفوا معايا، وغادي نخليها حتى تبرد تماما. ومن بعد غادي نقطع معكم واحد القطعه باش غادي نشوفوا ان شاء الله كي جات من الداخل. كما ديما كما عودتكم ديما ضروري كنقطع معكم شنو ما درت، سواء كيكات سواء المهم جميع الوصفات كنوريكم كيفاش كيجيو حتى من الداخل. ودابا جات اللحظه اللي كتعجبني حتى في جميع الفيديوهات سواء ديالي ولا الفيديوهات اللي كنشوف ديال الناس وحدين اخرين، وهي ديال التقطاع. هذه هي افضل فقره عندي في الفيديوهات اللي كنشاهدها او اللي كنصورها انا. فغادي نقطع لكم واحد القطعه، وها النتيجه كتجي على هذا الشكل هذا. كنتمنى انكم تجربوها لان المقادير ديالها الصراحه بسيطه ومتوفره، وممكن ان نعتمدوها ككيك يومي. صراحه كتجي رائعه. كما كنتمنى دائما ان الفيديوهات ديالي يكونوا كيعجبوكم. فإلا عجبكم الفيديوهات ما تنساوناش البنات بالبارطاج، بارطاجيو هذا الفيديو مع الاهل والاصدقاء هكا باش تعم الفائده، وان شاء الله باش حتى العائله ديالنا تزيد تكبر وتكبر ان شاء الله. ودابا ما بقى لي نقول لكم غير بسلامه عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله، مع فيديو جديد وصفه جديده ان شاء الله الرحمن الرحيم، ومع السلامه.